السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الحلوين، كتاكيتنا الصغيرين، طلاب الصف الأول إعدادي. معاك مستر محمد دمراوي، أستاذ الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية. حبيبي، نزلنا الدرس اللي فات، كان آخر درس شرحناه موجود على القناة، كان هو درس بيتكلمنا عن السياحة. النهاردة جايين بدرس لذيذ جدا جدا بيتكلمني على النقل والتجارة في قارة أفريقيا. بس ما تنساش حضرتك تدعمنا، اللايك بتاعك الحلو على الفيديو، وتشترك في القناة عشان تنتظر اقوى مراجعة ان شاء الله نازلة على قناة اليوتيوب. يلا بينا يلا بينا. درسنا النهاردة اسمه النقل والتجارة في افريقيا. حلو. ولما اقول لحضرتك نقل وتجارة في افريقيا، يعني انا عندي انواع النقل. حلو. مستر محمد دمراوي، انا عندي كام نوع من انواع النقل؟ 3. اول نوع من انواع النقل اسمه المائي. حبيبي، نقل مائي. ها، هتقول له مستر عذبه ولا مالحه؟ هقول لك اما انا هقول لك، اتقل بس عليا. انا عندي نقل بحري يعني عند البحر، ونقل نهري. يبقى النقل نوعين. ايه هما يا مستر محمد دمراوي؟ نقل بحري ونقل نهري. 2. تاني نوع عندي هو النقل البري. يبقى المائي نوعين. تاني، ايه المائي؟ نوعين، بحري ونهري. اما البري نوعين. البري نوعين، ايه هي؟ طرق البرية وسكك حديدية. تاني، طرق البرية وسكك حديدية. ده نقل اسمه نقل بري. طب المائي؟ نهري وبحري. او البري طرق برية وسكك حديدية. اما طبعا الجوي عن طريق المطارات، وهنتكلم عنهم النهاردة. يلا بينا. هاخد نوع من انواع النقل. اول نوع هو النقل البحري اللي هو المائي. انا عندي موقع استراتيجي في مصر. حلو. وعندي ممرات مائية مهمة جدا، من اهمهم واحد انت عارفه. مين يا دمراوي؟ حبيب قلبي، انت ناسي قناة السويس؟ انت ناسي مضيق موزمبيق اللي خدته الترم الاولاني؟ انت ناسي بورسعيد؟ ايوه. طب تعالى بس معايا واحدة واحدة. اول حاجة، انا عندي بورسعيد وعندي السويس مهمين جدا، وعندي خليج اسمه خليج غينيا مهم جدا. كل دي مناطق فيها نقل مائي. طيب، كلمة مائي يعني بحري. حلو. مستر، اتقل بس معايا واحدة واحدة وتعالى فهمني. تعالى حبيبي. انا عندي اول حاجة قناة السويس. طبعا عارفين قناة السويس من اهم الممرات التي ربطت بين الاحمر والمتوسط. حلو. 2، عندي مضيق تحت اسمه مضيق موزمبيق اهو. مضيق موزمبيق. غينيا، ده خليج غينيا مهم جدا. ومن هنا عندي مواني ميناء طنجة، وطنجة دي موجودة في المغرب. ميناء اهو طنجة في المغرب. خليك معايا واحدة واحدة بس. ها، ميناء طنجة في المغرب. وعندي قناة السويس، وعندي ميناء بورسعيد. يبقى انا عندي ممرات. بص معايا بقى وافهم. انا عندي خلجان. ايه هي يا مستر الخلجان اللي عندي؟ اهمها قناة السويس، مضيق موزمبيق، خليج غينيا. طيب، وعندي موانئ بحرية زي ميناء طنجة في المغرب، ده احتل المرتبة ال5 عالميا. يبقى طنجة فين يا مستر؟ تعالى معايا. طنجة في المغرب اهو. طنجة في المغرب. حلو. وبينا بورسعيد جه في المرتبة الكام ده؟ اهو 11. هتلاقي موجودة عندك ال11. طنجة في المغرب 5، تحتل المرتبة ال5 عالميا بسبب التطور الكبير التي شهدته طبعا السياحة وانواع النقل. عندي في قناة السويس احتلنا المرتبة الثانية. طيب، يبقى نعيد نبص عليهم واحدة واحدة بقى، نقراهم واحدة واحدة. بيقول لك عندي ميناء طنجة في المغرب حيث احتلت المرتبة ال5، وبورسعيد في مصر احتلت المرتبة 11 في التطور الكبير طبعا التي شهدته مصر في التطور في المدخل الشمالي لقناة السويس. نكمل. النقل النهري، وكلمة اقول لك نهر يعني اقول لك عندي الانهار. حبيب قلبي، ارجع للانهار اللي موجودة عندي 5 انهار. النيل، نيجر، كونغو. تاني، نيل، نيجر، كونغو، اورنج، زمبيزي. فاكرهم طبعا، اخدناهم كذا مرة الترم الاول والترم الثاني. نيل، نيجر، كونغو، زمبيزي، اورنج. طبعا وانا بعمل انواع النقل عندي مشكلات ممكن تقابلني، اخدتها برضو في المعوقات اللي بتقابلني في الانهار. عندي شلالات.
حلو. فاكر الشلالات؟ عندي جنادل. فاكر الشلالات والجنادل. اتقل بس معايا. انا عندي انتشار الشديد في عندي اول حاجه الانحدار الشديد. عندي انحدار شديد. عندي انحدار. وعندي شلالات وجنادل. حلو. وعندي مستنقعات. اوعى تنسى المستنقعات. نفس الكلام ده يا حبيبي احنا قلناه قبل كده. وتعرضت طبعا الانهار لبعض انواع الجفاف. عندي انهار تحولت منها واصبحت انهار جافه، الميه بتاعتها نشفت. ودي كل دي مشكلات بتقابلني في الانهار. طيب، يبقى من اهم المشكلات التي تقابلني في النقل النهري الانحدار الشديد، مستنقعات، شلالات وجنادل، والانهار جفت. والانهار ايه؟ جفت. ركز معايا واحده واحده. ده بالنسبه للنقل الايه؟ النهري، وخاصه الانهار. وخدت النقل البحري اللي خدت المواني والخلجان. بعد كده عندي نقل اسمه تاني نوع من النقل، هو النقل البري اللي هي الطرق البريه. زي عندي النقل البري نوعين، طرق بريه وسكك حديديه. يلا بينا. تختلف الطرق في افريقيا؟ طبعا بتختلف. مفيش طريق ثابت بسبب كثافه الطرق. يعني عندي طرق كتير جدا. هل الطريق دوت ممكن يتحمل الحموله؟ ممكن وانت ماشي تلاقي طريق كوبري ريح منك وانت ماشي، الصلاه على النبي. فهل يقدر يستحمل الحموله؟ قدرته على تحمل الحموله الثقيله وصلاحيته في استخدامه على مدار العام. هل الطريق ده ينفع يستحملني طول السنه؟ طيب، بيقول لك تختلف الطرق في افريقيا. ايوه طبعا بتختلف حسب هل هيقدر يستحملني، هل يقدر الحموله قدرته على تحمل كميه كبيره جدا مثلا او النقل الثقيل؟ معرفش، حسب، عشان كده بيختلف. كثافه الطريق، صلاحيته، خلي بالك من كلمه صلاحيته، الاستخدام على مدار العام. قامت الدولة الأفريقية بجهود كبير جدا إن هي تطور وسائل النقل وخاصة النقل البري. بدأت تسافلت الطريق وبدأت اللي هي تعمل وتدعم الطرق البرية. ومن هنا كان عمل شبكة نقل ومواصلات برية، وعملت منظمات إقليمية عشان تعمل مشروع تطور فيه النقل البري. على فكرة قارة أفريقيا مش عايزة تثبت زي ما هي، دي قارة أفريقيا عايزة تعمل تنوع في وسائل النقل والمواصلات. إزاي؟ بص، زي ما أقول لك هتبدأ تعمل مشاريع. إيه هي المشاريع؟ الربط بين القارة مما يساعد على تدعيم التجارة، وتعمل حاجة اسمها التكامل الإقليمي. تعالوا نبص على التكامل الإقليمي دي أهي. يعني هتعمل تكامل بين الدول الأفريقية ما بينها وما بين بعضها. يبقى كل هم القارة الأفريقية اللي هي تعمل تطوير. وكلمة تطوير اللي هي تعمل زي تقدم في شبكات النقل البري عشان تربط ما بين دول أفريقيا كلها مع بعض. ودي مهمة جدا على فكرة. مشروع شبكة الطرق البرية السريعة عبر أفريقيا. طيب، يبقى نقراها مع بعض تاني. قامت الدول الافريقيه بعد استقلالها بتطور النقل البري، حيث عملت ايه؟ جهود واضحه في تنميه شبكه الطرق البريه التي تربط بين اجزاء القاره ودولها. التعاون مع المنظمات الاقليميه. حلو. اقليميه بس؟ لا، الاقليميه يعني ما بين دول افريقيا، ودوليه يعني ما بين دول العالم. خلي بالك، يبقى اقليميه ودوليه لتنفيذ طبعا مشروعات الربط البري للقناه مما يساعد على دعم التجاره والتكامل الاقليمي. طيب، اما في النقل او السكك الحديديه، بيقول لك اول واحده اهتمت بالسكك الحديديه هي دوله جنوب افريقيا، تليها مصر. يبقى اول واحده اهتمت بالنقل كانت جنوب افريقيا، ثم تليها ام الدنيا مصر. نبص عليها. تعد جنوب افريقيا او تعد دوله جنوب افريقيا صاحبه اول واطول شبكه خط سكه حديدي في افريقيا وتليها مصر. علشان كده الدول الافريقيه بتسعى، وخلي بالك من كلمه بتسعى في ايه؟ ان هي كلها تكون عندها وسائل نقل. ولذلك تسعى الدول الافريقيه جاهدا في تطوير وتحديث خطوط السكك الحديديه. هل السكك الحديديه اللي انا بعملها فيها مشكله؟ طبعا ممكن يقابلني مشاكل في السكك الحديديه. تاني، يبقى اول حاجه السكك الحديديه مالها؟ تسعى دوله جنوب اول واحده اولى جنوب افريقيا عملت اطول خط حديدي تليها مصر. ولكن تسعى الدول الافريقيه في تطوير وسائل السكك الحديديه، ولكن عندي مشكلات، ومنها
اخدين فكره تصميم قديم، بنصمم نفس التصميم بتاع كل دوله، ودي طبعا مشكله. التنوع حلو، الاختلاف حلو. يعني التصميم القديم، تركز ركز، التصميم القديم لخطوط السكك الحديديه لافريقيا. اتنين، صعوبة مد شبكات السكك الحديدية، بيكون عندي صعوبة ان انا امد شبكات السكك الحديدية بين دول افريقيا. بسبب ايه؟ وعورة السطح، السطح عندي مش مستقيم. مش بس كده، وغزارة الامطار. يبقى اول حاجة التصميم القديم لخطوط السكك الحديدية الافريقية. اتنين، صعوبة مد السكك الحديدية، مش عارف امد السكك الحديدية بين دول قارة افريقيا. تلاتة، توقف بعض خطوط السكك الحديدية بالقارة بسبب المشكلات السياسية. وانا بعمل عندي حروب، الحروب بتؤدي الى طبعا مشكلة كبيرة جدا، ولا بعرف اعمل اقتصاد ولا بعرف اعمل خطوط سكك حديدية. فالحروب والمشكلات السياسية بتؤدي طبعا الى صعوبة استخدام السكك الحديدية. قلة عدد خطوط السكك الحديدية بالقارة. انخفاض سرعة القطارات في معظم دول افريقيا، انخفاض سرعة القطارات، ما بتجريش. يبقى انا عندي مشكلات. اول مشكلة التصميم القديم للسكك الحديدية. تاني مشكلة صعوبة مد خطوط السكك الحديدية بين دول قارة افريقيا. تالت مشكلة توقف بعض خطوط السكك الحديدية بالقارة بسبب طبعا المشكلات السياسية. وخلي بالك يعني مشكلات سياسية يعني حروب. عندي عدم استواء السطح، عندي وعور السطح، قلة عدد خطوط السكك الحديدية، واخر حاجة انخفاض سرعة القطارات. نحفظهم مهمين جدا. طيب النقل الجوي ماله؟ طيارة حلو، سريعة سريعة، ده من احسن وسائل النقل، بس عندي مشكلة، غالية. يعني ايه يا مستر محمد؟ يعني ما نقدروش نعمله نقل؟ لا ما تقدرش. ليه؟ اسرع وسائل النقل على الاطلاق عندنا مطارات. عندي مطارات. اول مطار كلنا عارفينه، الناس بتوع القاهرة تحياتي، مطار القاهرة الدولي. حلو، يبقى اول حاجة مطار القاهرة الدولي. تاني مطار كيب تاو في جنوب افريقيا، كيب تاو في دولة جنوب افريقيا. يواجه النقل الجوي في افريقيا بعض المشكلات. في مناطق ما عندهاش مطارات متقدمة. يعني معظم دول افريقيا عندي دولة نامية، يعني دولة فقيرة. حلو، وطالما قلت لحضرتك ان هي دولة نامية دولة فقيرة، يعني ما بيتوفرش فيها وسائل طيران. عظيم. فبيقول لك معظم دول افريقيا، ركز معايا يا حبيبي، معظم دول افريقيا بيكون عندها يواجه فيها مشكلات. بيواجه فيها ايه؟ مشكلات. من اهم المشكلات دي ايه يا حبيب قلبي؟ اول مشكلة الافتقار الشديد في المطارات، والمشكلات السياسية بين الدول الافريقية. يعني عندي حروب، مشكلات سياسية بين الدول الافريقية، وارتفاع تكلفته. قلت لك في البداية ان هو بيكون نقل غالي جدا، غالي، سعره غالي. طيب بيقول لك مشروعات النقل في قارة افريقيا ومصر. يلا بينا نبص على المشروعات اللي عايزة تتعمل، نقراها واحدة واحدة. تستهدف دول افريقيا تطور نظم النقل والاتصال مما يساعد على التنمية. وخلي بالك لما اقول لك تنمية قصده على التنمية المستدامة. احنا كل شوية تنمية مستدامة مستدامة مستدامة. تسعى مصر الى زيادة التعاون ما بين الدول الافريقية لتنفيذ العديد من المشروعات. اول مشروع مشروع طريق القاهرة كيب تاو، وهو طريق سيقطع القارة الافريقية من شمالها لجنوبها. انا عندي مصر وعندي جنوب افريقيا، دي في الجنوب. عندي كيب تاو وعندي مطار القاهرة. عايزين يعملوا طريق بيبدأ من الجنوب للشمال. مشروع طريق القاهرة كيب تاو، وهو طريق سيقطع القارة الافريقية من شمالها الى جنوبها مرورا ب9 دول افريقية. مرورا ب9 دول افريقيا، وسوف يساعد هذا الطريق على نقل البضائع في 4 ايام فقط. اقدر انقل البضائع في 4 ايام. عملنا تاني انشاء خطوط سكك حديدية تربط افريقيا ما بين بعضها. بيعمل مشروع بيربط بين مصر والسودان.
يبقى زي ما عملت كيب تاو هعمل مشروع ما بين مصر والسودان من خلال خط السكك الحديدية، بيبدأ من اسكندرية وينتهي في الخرطوم عاصمة السودان. اصحى للكلام. يبقى إذا مشروع كيب تاو هنعمل خط حديد ما بين مصر والسودان بيبدأ من اسكندرية وينتهي في الخرطوم. تدعيم التعاون المشترك ما بين مصر وتنزانيا في مجال التجارة والنقل البري، وربط طبعا ميناء دار السلام في تنزانيا وميناء سفاجة في مصر. تدعيم التعاون المشترك، خلي بالك من كلمة تعاون مشترك ما بين مين ومين؟ تنزانيا ومصر، بس في النقل الايه؟ البحري. يعني ميناء من اهم المواني ميناء دار السلام، ودي موجودة عندي في تنزانيا، والمينا التانية وهي مينة مين؟ والمينا التانية هي مينة في تنزانيا. طيب دار السلام والسفاجة فين؟ خلي بالك سفاجة في ام الدنيا في مصر. سفاجة فين يا حبيبي؟ في مصر. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها يا حبيب قلبي وهي التجارة. التجارة على الرغم ان اهمية التجارة في مصر او في افريقيا عندنا تجارة، الا وان التجارة في افريقيا ضعيفة. ليه؟ انا عندي تجارة اسمها تجارة بينية. يعني ايه بينية؟ يعني بين الدول الافريقية، اسمها تجارة بينية الافريقية منخفضة. ليه؟ انا عندي حاجة اسمها الصادرات والواردات. الصادرات زادت قيمة الصادرات في افريقيا من السلع سنة 2012 اسف 22 ل 21 بسبب ايه؟ واحد، ارتفاع اسعار البترول. البترول بقى سعره سعره ايه؟ عالي. فارتفاع اسعار البترول اللي هي البترول زي البنزين والسولار اللي هي مشتقات، سعر البترول بقى غالي. اتنين، تصدير القارة او القارة بتبدأ تصدر العديد من المعادن مثل الألمنيوم والنحاس والذهب، ومن المحاصيل مثل البن والذرة. فإذا تصدر القارة الأفريقية العديد من المنتجات الأخرى مثل الألمنيوم والنحاس والذهب والبن والذرة. تساهم الدولة الأفريقية أو الدول الخمسة الأقوى اقتصاديا أو من أهم الدول الإفريقية في التجارة مصر واحد، جنوب أفريقيا اتنين، جزائر تلاتة، انجولا اربعة، نيجيريا خمسة. مصر، جنوب أفريقيا، جزائر، انجولا، نيجيريا، دول بيساهموا بنحو 50% من صادرات القارة الإفريقية. يبقى عندي أكبر دولتين بيساندوا في التجارة مين هما؟ مصر. أكبر خمس دول 50% في خمس دول: مصر، جنوب أفريقيا، جزائر، انجولا، نيجيريا. مهمين جدا. تعد دول أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. تاني عندي دول أوروبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول المستوردة للمنتجات من قارة أفريقيا. طب الواردات، قال لي الواردات زي قيمة الواردات في أفريقيا من 22 ل 21 برضو. ليه؟ حيث زاد الطلب على الطاقة والموارد الغذائية والمعدات التكنولوجية والآلات بدول القارة. مهم جدا. طيب التجارة البينية، قلت لك كلمة بينية يعني بين الدول الأفريقية. دي اسمها تجارة ايه؟ بينية. من أهم السلع التجارية بين الدول الأفريقية ما بينها وبعض زي الوقود، زي البترول بقى والبنزين والسولار والجاز، البترول عموما ومصادر الطاقة، والآلات والمراكب والخدمات المعدنية كالحديد والصلب. وطبعا الحديد والصلب دوت بيخش في صناعة المواد الصلب اللي هي الحديد. تمام؟ طيب عندي تتسم التجارة بين الدول الأفريقية بالضعف. حبيبي السؤال ده مهم جدا. بما تفسر ضعف التجارة بين الدول العربية؟ مهم جدا. ليه التجارة بين الدول العربية ضعيفة؟ بص يا حبيبي، التجارة بين الدول العربية ضعيفة أكيد عشان خاطر عندي مشكلات. إيه هي المشكلات؟ كلنا دول أفريقيا كلها أو دول عربية أو أفريقية كلهم عندهم تشابه، كلهم بيصنعوا أقلمة. فإذا هقول له أول حاجة هي تشابه المنتجات أو تشابه السلع بين الدول الأفريقية. واحد، تشابه المنتجات الأفريقية. دولة أفريقيا أو دول أفريقيا بتعتمد على القارة على السلع الأولية،
ضعف القدرة على الالتزام بمعيار الأسواق العالمي. على فكرة احنا ما عندناش يعتبر في أفريقيا أسواق، الأسواق في أفريقيا ضعيفة. كسور يعني ضعف شبكات النقل والتكنولوجيا والمعلومات والاتصال. على فكرة ما عندناش وسائل نقل كويسة برضو، عندنا انواع نقل لسه لهم بس فيهم كسور، عندي مشكلات فمش هقدر اعمل تجارة بتاعتي. ما عنديش بنية تحتية، عندي تشابه منتجات، بنهتم بالصناعات، اعتماد على دول افريقيا القارة على السلع الاولية المهمة. ضعف القدرة على الالتزام بمعايير الاسواق. اخر حاجة كسور شبكة النقل والتكنولوجيا ووسائل الاتصال. لذلك تسعى الدول الافريقية في تطوير اتفاقية اسمها اتفاقية التجارة الحرة ما بين القارة الافريقية. على فكرة الاتفاقية دي اتعملت سنة 2015، تعال معايا. اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الافريقية اتعملت 2015. ليه؟ دي اتفاقية كل هدفها اللي هي تعزز التجارة بين الدول الافريقية، اسمها منظمة التجارة الحرة عشان تعزز التجارة الافريقية عالميا، وازالة الحواجز والصعوبات اللي بتقابلني ما بين دول افريقيا. تشيل اي بتنزع المشكلات، دي دول مشتركة مع بعض عشان خاطر ازالة الحواجز التجارية للسلع والخدمات عبر القارة، حيث تصبح قارة افريقيا كلها قوسا او سوقا مفتوحا بين الدول العربية عشان كلها تبقى ايه؟ سوق واحد، سوق تجاري واحد. طيب الفرق التجاري في مصر. ايه هي الغرف التجارية في مصر؟ بيقول لك دورها في تفعيل التبادل التجاري بين مصر وافريقيا. الغرفة التجارية هي مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تنتشر في النشاط التجاري والاستثماري، اسمها الغرفة التجارية. الغرف التجارية في مصر بهدف متابعة أحوال السلع في الأسواق. احنا عندنا غرفة تجارية، عارفين طبعا أو نسمع عن الغرفة التجارية. من أهمها أو مهمة في إيه؟ متابعة أحوال الأسواق. يعني إيه متابعة أحوال الأسواق؟ معايا واحد بيبيع القلم ده ب10 جنيه، وواحد تاني بيبيع نفس القلم بس ب100 جنيه. طب ده صح؟ لا. مين اللي المفروض يشرف على الكلام ده؟ الغرفة التجارية. يبقى متابعة أحوال السلع، العمل على حل المشكلات التجارية. طيب العمل على حل المشكلات التجارية وتيسير التواصل بين التجارة والجهات الأخرى. جمع وترتيب ونشر المعلومات والإحصائيات ذات العلاقات التجارية بالصناعة. يعني بتبدأ تشوف الجو أو بتبدأ تشوف السوق عاوز إيه. في ناس عايزة تيشيرتات تبدأ تصنع تيشيرتات وتبدأ تبيعه، في ناس عايزة تعمل سلع غذائية تبدأ توفر سلع غذائية. كل اسمها الغرفة التجارية. البدء في رأي للحكومة حول إنشاء البورصة والموانئ والأسواق والقوانين. فين يا عم؟ قال لك المهتم بالتجارة والصناعة. يبقى أنا لازم أنشئ الغرف التجارية. الغرفة التجارية مؤسسة رسمية ذات موارد خاصة تشرف على النشاط التجاري في الدولة، عشان دي اسمها الغرفة التجارية. طيب متابعة أحوال السلع. واحد، متابعة أحوال السلع والأسواق. متابعة أحوال السلع والأسواق. العمل على حل المشكلات. متابعة سلع وأسواق والعمل على حل المشكلات التجارية. طيب جمع وترتيب ونشر المعلومات والإحصائيات. جمع ونشر وحل المشكلات اللي بتقابلني والإحصائيات اللي بتقابلني. إبداء الرأي للحكومة حول إنشاء البورصات. وده يعتبر نهاية الدرس، خلصنا الوحدة كلها وهي التجارة والنقل في قارة أفريقيا. داخلين في الوحدة إن شاء الله الأخيرة. حبيبي توحشني كتير، أشوفكم على خير، سلام.